بيبدأ الفيلم مع مجموعة من الناس اللي بيواجهوا وحوش الزومبي، ولما بنرجع بالأحداث بنشوف حفلة جواز عادية جدا لحد ما بيجي النازيين الألمان وبيقتلوهم، وبعدها بيلبسوا أقنعة وبيحدفوا عليهم مادة غريبة في الوقت اللي بيكون في واحد اسمه خان وكان هيتعدم بسبب ضربه القاضي، بس بيجي عمه الجنرال لويزانو وبينقذه مش عشان هو عمه، لأ علشان بيدبر له حاجة تانية. عشان كده لما بياخدوا لمكتبه بيقولوا إن هم أفرجوا عنه مقابل إن هو يوصل الرسالة السرية دي للقائد ألاركوس في منطقة سييرا اللي دايرة فيها حرب. وغير ده بيطلب منه ان هو ياخد جندي معاه اسمه دي كروز اللي افرجه من الاعدام بسبب تهمة هروبه من الخدمة، وبينفذ خان ده وبيروح له وبياخده معاه وبيتقابل في طريقه مع صاحبه مونتريا اللي كان بيحارب الجمهوريين واتصاب. وغير ده بيقوله مونتريا ان الالمان هيركبوا له طرف صناعي بدل ايده، وبيكون هو نفسه القائد الالماني اللي قتل الناس اللي كانوا في الحفلة، اللي بيبص الخان بطريقة غريبة والعلامة الغريبة اللي جنبه. وبعدها بيتحرك مع دكروز وبياخدوا طريق مختصر، بس هناك بيقابلوا في طريقهم جنود ألمان اللي بيبنوا سور غريب. في الوقت اللي بيجي قائدهم وبيشوف أوراقهم بيشوف خان السور وبيستغرب منه، ولما بيقول لهم القائد الألماني إن هما لازم يرجعوا بيهددوا خان، بس القائد بيضحك بطريقة غريبة وكأنه بيقوله أنت اللي جبته لنفسك. عشان كده بيسيبهم يعدوا وبيقفل وراهم السور، وهم في طريقهم بيسأل خان ديكروز سبب دخوله للحرب، اللي بيقوله ان هو كان لازم ينضم لأي طرف ولانه كان بيحب مخبوزات الرهبات، عشان كده كان خايف ان الجمهوريين لو مسكوهم مش هيقدر ياكل مخبوزاتهم تاني، عشان كده كان لازم يدافع عنهم. واكيد طبعا خان بيستغرب من سخافة اللي هو بيقوله، بس فجأة وهم في الطريق بيسمعوا صوت طيارة، ولما بينزلوا يشوفوها بيلاقوا ان طيارة الألمان وقعت طيارة إيطالي. عشان كده بيقرر خان ان هو يروح يساعده لانه شايف ان هو منه. ولما بيوصلوا لطيارته بيلاقي خان عليها مادة غريبة بس مش بيلاحظ نفس العلامة اللي كانت عند الألماني، وبيروحوا علشان يشوفوا الطيار الإيطالي بيلاقوه ميت. بس فجأة بيطلع عليهم مجموعة من الجمهوريين المسلحين اللي بيعرفوا ان هم من الفاشيين اللي تبع الألمان، وبياخدوا أسلحتهم. ولما بتفتشوا واحدة منهم اسمها قاتلة الكاهن بتلاقي الرسالة السرية اللي بتديها لقائدها وبيقراها، اللي بيكون مكتوب فيها ان هو هيفوز بالحرب لو بقى شجاع. وبيفهم خان ان عمه وداه المكان ده عن قصد لانه عارف ان هو مش هيرجع منه، بس قائده مش بيكون فاهم معنى الرساله وشاكك ان هي تكون مشفره، عشان كده بيهدد خان ان هو هيقتل ديكروز لو ما قالوش على معنى الرساله. بس خان بيكذب عليه وبيقوله ان هو متجوز وعنده اولاد عشان يصعب عليه، وفعلا بتنفع حيلته، بس هو بيقرر ان هو ياخدهم رهاين لمخيمه. ولما بيمشوا ما عدا واحد منهم اسمه كارلوس عشان يصور الطيار اللي بيقوم فجأة وبيمسك فيه، ولما بيصرخ بيروح لبرودسكي بسرعة اللي بيشيله من عليه، ولما بيشوفوا مسقاب بيلاقيه مات، بس بيتفاجئوا ان الطيار بيتحرك في اتجاههم، عشان كده بيضربوا برودسكي بالنار بس مش بيأثر فيه. ولما بيضربوا القائد في دماغه بيموت، ومش قادرين يفسروا اللي شافوه، عشان كده بيفتكروا الطيار ممسوس. وفجأة صاحبهم كارلوس بيصحى وبيحاول يعض برودسكي اللي بيكسر دماغه بس برضه بيكون حي، وبيفتكروا ان هو كمان ممسوس وان هو كده بيعاني، عشان كده بيضربوه بالنار وبيمشوا مش بيهتموا باللي حصل. بس لما بيوصلوا لمخيمهم بيلاقوا كل اللي فيه ميتين، وبيلاقوا نفس المادة اللي لقوها عند الطيار. ولما بتشوف قتلة الكاهن صاحبتها ميتة وبتستغرب من اللي بيحصل لها، وفجأة بتصحى وبيلاقوها اتحولت زي الطيار وصاحبهم ده. مش بس هي، وكل الموجودين الميتين بيصحوا هما كمان، عشان كده بيقتلوا اللي بيقدروا عليهم. ولما بيلاقوهم كتير بيهربوا منهم وبيركبوا المركب وبيقدروا يهربوا منهم وبيتكلموا مع بعض عشان يشوفوا تفسير اللي هم شافوه ده، وبرضه مش بيلاقوا له تفسير لان هم عمرهم ما شافوا حاجه زي كده قبل كده. وبيحرروا خان ودي كروز وبيقول لهم قائدهم ان هم هيروحوا لمخبأهم اللي مش بيكون فيه حد، بس لما بيوصلوا وبيتحركوا بيتفاجئوا بالزومبي اللي بيهاجموهم، عشان كده بيقتلوا اللي بيقدروا عليه بس بيكونوا كتير، وده بيخليهم يرجعوا يهربوا. بس برودسكي مش بيقدر ينجى منهم بعد ما عضوا طفل زومبي صغير، ولما بيشوفوه مش بيقدروا يعملوا له حاجه، علشان كده بيكملوا طريقهم وبيمشوا في الغابه لحد ما بيلاقوا مكان وبيدخلوه. وبيتفاجئوا ان في رهبة اسمها فلور، وواحد تاني تبع خان اسمه جوريل، وواحد مسلم اسمه رفير. وبما ان هم مختلفين واعداء بعض كلهم كانوا عايزين يقتلوا بعض، بس خان بيقول لهم ان هم لازم يحطوا خلافهم ورا ظهرهم دلوقت عشان يقدروا يواجهوا الزومبي اللي موجودين بره، وبيوافقوا على كلامه علشان يقدروا يخرجوا بسلام من المكان ده. وبتقول لهم الرهبة فلور ان هي نجت بمعجزة بعد ما وقعت عربيتها من على الجسر واكلوا الزومبي الناس اللي كانت فيها. ولما بتلاحظ جرح القائد خاسنته بتعالجه، في الوقت اللي بيراقب مسكاب وديكروز ورفير المكان بيقدر يتعرف ديكروز على مسكاب، وبيقولوا ان اسمه الحقيقي اندرو اللي كان بيدخل في سباق الدراجات، وان ديكروز كان واحد من معجبينه. بس مسكاب بيقوله ان هو مبقاش كده، وهو متضايق من الحرب اللي هم فيها اللي ضيعت كل ده.
وخان وهو بيحرق الرسالة بيكتشف إن فيها خريطة سرية وبتقدر تعرف قاتلة الكاهن إن خان عمره ما دخل حرب من إيدين ناعمة، وبتفهم منه إن هو كان مجرد محامي. وبعدها بتسيبه وبتمشي، ومسكاب وهو بيراقب بيشوف كلب متصاب ومن بعده بيخرج زومبي، عشان كده بيقتلوا رفير بس بيخرج لهم كتيبة من الزومبي، عشان كده بينزلوا لهم وبيقولوا لهم بس بيقدروا يشوفوا كل ده بعينيهم لما بيمسك زومبي قاتلة الكاهن بس بتقدر تخلص نفسها منه. وبعدها بيهربوا من الباب الوراني ومسكاب بيولع ديناميت وبيحدفوا لهم، وبعدها لما بيخرج بينفجر فيهم وبيرجعوا يمشوا في الغابة لحد ما بيلاقوا السور اللي عملوه الألمان، وبيلاقوا صاحبهم الروسي دروسكي وبيقتلوا خان لأنهم ما قدروش يعملوا كده. ولما بيرجعوا يشكوا فيه لأنه تبع الألمان انه ممكن يكون عارف حاجة بخصوص المادة اللي بتحولهم لزومبي، بس خان بيقول لهم ان هو ما يعرفش اي حاجة عن الكلام ده، وبيقول لهم عن الخريطة السرية اللي ظهرت، وعلى اللي فهموا من الخريطة ان هم في قلب مركز العمليات بتاعتهم اللي بيكونوا محددين فيها امتى هيتحرك جيش الزومبي. عشان كده بيتفقوا ان هم يروحوا للعلامة الموجودة على الخريطة عشان يقدروا يعرفوا ايه اللي بيحصل، وبيعملوا كده وبيتحركوا. بس وهم في الطريق بياخد ادريان القائد خاسنته على جنب وبيقول له انهم لو قدروا يلاقوا الحاجة اللي بتحولهم لزومبي هياخدوها ويستخدموها عشان ينتصروا في حربهم، وعشان يحصل ده لازم يتخلوا عن الفريق اللي هم فيه. وبعدها بيتحركوا لما بيوصلوا للقرية اللي كان فيها حفلة الجواز وبيلاقوا نفس المادة الزرقاء، ولما بيدخلوا الكنيسة اللي بتكون شبه معمل وبيلاقوا العروسة اللي بتكون اسمها أنا اللي بتكون معضودة بس بتكذب عليهم وبتقول لهم إن هي مجرد رصاصة اللي ضربها عليهم الألمان، وده بيخليها تحكي لهم عن اللي حصل معاها وبتقول لهم إن هي في حفلة جوازها وصل مجموعة من الألمان وضربوا عليهم بالنار وقتلوا عيلتها بس هي قدرت تنجى منهم، واللي بعدها حدفوا عليهم مادة غريبة حولتهم للي هم شافوه. عشان كده هي دخلت الكنيسة واستخبت في القبو بتاعها وكانت بتسمع الألمان وهم بيعملوا التجارب على عيلتها، واللي بعدها لما حصل انفجار فيها وانتشرت المادة دي اتحولوا هم كمان لزومبي، والباقي منهم ما قدروش يقاوموهم واتحولوا هم كمان لزومبي. في الوقت اللي أدريان بيلاقي الورق اللي بيتكلم عن المادة اللي بتحولهم لزومبي عشان كده بياخدها وبيعمل اللي قاله للقائد خاسنته، بس خاسنته مش بيكون متفق معاه، بيكون سمع دكروس صوت وهو بيصلح العربية عشان كده بيروح لهم عشان يبلغهم، بس أندريان بيمسكه لحد ما بيخرج وبيحدفوا لهم، بس الزومبي بيجوا وبيمسكوه وبيموتوه وبيقفلوا الباب اللي بيهجموا عليه الزومبي بعد ما خلصوا على أندريان، وبيهربوا من الباب السري اللي موجود تحت الكنيسة. بس وهم في الطريق أنا بتتحول وبتحاول تعض جوريل، ولما بتساعده فلور بتمسكها عشان كده بيساعدها رفير بس بترجع تمسكه هو، عشان كده بيبعدها جوريل عنه وبتيجي قتلة الكاهن بتموتها. ولما بيشوفوا ان رفير اتصاب كانوا هيموتوه، بس لما بيقلع لهم الجزم والشراب بيكتشف ان هو مش مصاب عشان كده بيسيبوه. لما بيسمعوا صوت الزومبي بيهربوا بسرعة وبيخرجوا كلهم من الباب الا الرهبة فلور لان انا عضتها، وبيستغرب خاسنته من ده علشان كده بتوريله اصابتها وبيديلها طلقتين وبتروح تقتل من الزومبي لحد ما بيمسكوا فيها. ولما بيروحوا المكان آمن بيقول لهم خان انه تقريبا يعرف الألماني اللي تسبب في كل ده من العلامة اللي شافها على العلبة اللي فيها المادة الزرقاء اللي شافها على القطر الموجود في الألماني في المعسكر بتاعهم، وبيقول لهم ان هو ممكن يكون عنده العلاج، عشان كده بيقترح عليهم ان هم يروحوا معاه للمعسكر، بس خاسنته بيرفض وبيقول له ان هم انتصروا كده كده في الحرب. عشان كده خان بيقول له ان اخوه جمهوري وانه بيحارب في صفهم، وانهم لو ما قدروش يوقفوا الألمان دول وانتشر الفيروس لمكان تاني مش هيكون فيه بشرية وكده كلهم خسروا الحرب. واقتنع خاسنته وبيوافق. في الوقت اللي بيوصل لكروز بالعربية اللي صلحها ومش بيرضى يقول لهم ان هو اتصاب لانه خايف ان هم يقتلوه، وبيتحرك بيهم. ولما بيوصلوا للمعسكر تاني يوم عشان عم خان يبقى قائد المعسكر بيروح لوحده بس بيضربوا عليه نار، ولما بيخرج لعمه مع الألماني بيوافق ان هو يدخله بس لوحده مش مع الناس اللي هو جايبهم على اساس ان هم أسرة. ولما بيكلموا خان عن السلاح اللي بيستخدمه الألماني بيقولوا عمه ان هو لازم يفوز الحرب وان الروس اللي مع الجمهوريين معاهم نفس السلاح اللي مستنيين ان هم يخلصوه علشان يحاربوهم بيه، وبينبهوا عمه ان هو يدخل لانه هيفجر الوادي اللي هم فيه، بس خان بيرفض وبيقوله ان هو مش هيستغنى عن اللي معاه عشان كده بيرجع لهم. ولما بيدخل عمه لوزانه مع الألماني اللي بيخونه وبيقتله علشان عايز يبقى هو المسؤول الوحيد في المكان، بيكون بلغ خان خسنته ان هم هيفجروا المكان. ولما بيرجعوا بيبلغوا الباقيين بده بيقرر دكروز ان هو هيفجر نفسه في المعسكر عشان يقدروا يدخلوه. ولما بيستغربوا من اللي هو بيقوله بيوريهم اصابته، عشان كده بيفضفض له مسكاب وبيقول له ان هو فاكره لما شافه في السباق، عشان كده بيكون فرحان وبيروح للمعسكر بس بيقتلوه في نص الطريق وبيفتكروا ان هم فشلوا، بس بيتحول وبيقوم وبيكمل الطريق لحد ما بيوصل للسور وهناك بيقتلوه، بس بتقع منه القنبلة وبتنفجر فيهم وبيدخلوا المعسكر. بس بيلاحظ خان وقتلة الكاهن ان جيش الزومبي وصل، عشان كده بيدخلوا بسرعة بس بيوصلوا وراهم الزومبي وبيمسكوا كل الجنود الموجودين هناك وبيوصلوا لخان وخاسنته، بس بينقذهم رفير اللي بيطلب منهم ان هم يتحركوا وهو هيساعدهم من مكانه، وبيعملوا كده بس الزومبي بيكونوا في كل مكان
عشان كده بيتحركوا من تحت القطر لحد ما يوصلوا المعمل الألماني في الوقت اللي بيتحاصر جوريل، بس بيقدر ينقذوا رافير اللي بيمسكوا زومبي بعد كده. عشان كده بيهرب جوريل وبيدخل جوه عربية، وبيوصل بعض من أصحابه وبيتحبسوا فيها. ولما بيلاقوا نفسهم محاصرين من الزومبي وملهمش مخرج، بيتفق مسكاب الجمهوري اللي مع الروس مع جوريل الفاشل اللي مع الألمان اللي بيكونوا في الأساس واحد إن هما يخلصوا على الزومبي دول. عشان كده لما بيشوفوا المتفجرات اللي في العربية بيولعوا آخر ديناميت معاهم اللي بينفجر فيهم وفي الزومبي في الوقت اللي بيقول خسنته لقتلة الكاهن وخان إنه هيروح يشغل القطر اللي هيهربوا بيه من المكان. وهم بيروحوا للمعمل اللي فيه الألماني اللي لما بيدخلوا بيلاقوه. عشان كده بيسألوه عن العلاج، بس هو بيقول لهم إن هو مفيش علاج، وبيلاقوه واخد من المادة الزرقاء دي عشان يتحول. بس لما بيشوفوه بيتحول بتقتله قتلة الكاهن. ولما بيوصلوا لهم الزومبي بيدور خان على مكان عشان يهربوا منه، بس بيتفاجئ بصاحبه مونتريا اللي عملوا عليه تجارب وحولوه اللي بيمسك فيه وبيعضه. عشان كده بتقتله قتلة الكاهن وبتقطع لخان ايده قبل ما يتحول. بيكون شغل خزينته القطر في الوقت اللي بيدخلوا لهم الزومبي، علشان كده بيحبسوا نفسهم وكانوا فاكرين ان دي هتكون نهايتهم. بس لما بيحدفوا قنابل على المكان زي ما قال عمه بيتفجر المكان وبيتحرك القطر بيهم، وبيموت كل الزومبي الموجودين في المكان وعلى القطر، وبيقدروا يعيشوا هم ورفير اللي كان مغمى عليه. وبعدها بينزلوا من القطر وبتوصلوا قتلة الكاهن لمدينته. ولما بيعرض عليها خان ان هي تفضل معاه لان محدش هيعرفها في مدينته بترفض وبتقوله ان هي هترجع لفرنسا. ولما بيطلب منها ان هي تقوله على اسمها الحقيقي بتسيبه وبتمشي، وبيرجع هو كمان لمدينته. والفكرة هنا كانت في اختلاف المعتقدات، بس لما اكتشفوا ان القضية واحدة اتفقوا. وبكده يكون انتهى الفيلم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.